نحن إخوة. من رأيتم بالفيسبوك والتويتر والماسنجر وغيرها قليل أدب يحاول أن ينكئ جراح اليمنيين ويعيد الماضي العفن، خلاص جزعنا كملنا. وهو رسول الله كان يتألم من كل قلب أثناء الصلاة قبل الصلاة، يا رسول الله فلان فعل، يا رسول الله فلان دخل، قال دعوني أصلي بالناس وأنا سليم الصدر. وهذه الرسالة يا أخواني، قال دعوني أصلي بالناس وأنا سليم الصدر. لا تملوا قلبي على حد يا أخي، لا تملي قلبي على حد. البلاد مش حق أحد، لا مؤتمر ولا إصلاح ولا الناصري ولا الاشتراكي ولا الوحدوي ولا الانتقالي ولا حوثي. من قال إني حق أول الإصلاح ولا حق المؤتمر؟ حقنا احنا، بلادنا احنا، خيراتنا احنا وثرواتنا احنا. دي عايجي عندنا على نحن نشتي احنا ولا يروح، مش حق أوحد خالص. متى نقول كلمة الحق؟ لأي حين نتحرك، لأي حين نشتي لا أحمد ويحيى وطارق وعمال وتوكل وحميد لا يرجعش يا أخي. واحد عينك جراحنا لا يجيش، من ما كان رجال ولا مرة روح أنت نكأت جراحنا الله وديع خلاص. وعين رجال جديد، عندنا قيادات، عندنا شباب موجودين، عندنا دكاترة. لا ما بلا ياسين نعيدها مرة ثانية عشان نكأ جراحنا. عندنا رجال في كل مكان في كل محافظة، ما بالله ما نشتهي. روح سرقوا بلادنا، خيراتنا، ثرواتنا، بلادنا، ديارنا، قتلونا وهجرونا يا أخي. ما استناش نضبط بلد أو ننتبه على خيراتها ولا على ثرواتها. إياكم أن تحدثون اليوم عن السيادة. لم يعد للوطن السيادة ولا كرامة. أصبح اليمني مهان في كل بلد، في كل دولة من الدول. السوريين كملوا وتروحوا، جمع الفصائل كلها، جمع الفصائل كلها تحت مسمى واحد، وإحنا كل واحد لحاله، كل واحد معلومات لحاله. أتعتقد أن هؤلاء يجتمعوا من أي حر وطن يبحثوا عن الخيرات والمكاسب؟ كل واحد يشتري مكسب له والبلاد تضيع. نحن نحترق من الداخل لأننا نرى بلدنا يحترق. لا نريد لا حزبية أيا كانت، خلاص. وعلى حساب بلادنا وديارنا وأوطاننا سنعيش أحرار ونموت أحرار ونكلكم احنا أحرار. لن يتحكم لا عبد الحوثي ولا أخوته ولا أحدا كائنا من كان. لن يفرضوا علينا واحد بالسبيل أبدا. سنقف نقول لهم لا، من اخترناه هو من يحكمنا. 4 سنوات وينزل. نحن نرى بلادنا تسرق، خيراتنا تسرق وتنهب على مرأى ومسمع من عند رشد العليمي وينزل، وهم يرون بلادنا تحترق ما حركوا ساكنا. 8 رؤساء. وين عبد الرب منصور هادي؟ أين النظام والقانون والدستور اللي تقولوا عليه أن يشتري نظاما دستورا وقانونا؟ أين الرئيس المنتخب؟ من غير رئيسنا؟ من بدل أحوالنا؟ نحن أصبحنا مرتهنين، لا قرار، لا سيادة، لا كرامة. ثم يأتي صاحبنا على 2000 لا تعزيش على 2011 قاجز على الكل بكله، وضيعت البلاد كلها وراحت البلاد كلها. الانتقال هناك اليوم ما تمش على السفر، ما تأمن على سفر. إن سافرنا عدن بزك الانتقالي، ونحن عند الحوثي بزك الحوثي، وإن جاءوا عندنا دخلنا والحبس. كيف الخبر؟ متى نفتهم؟ ما تستطيع تزور أبوك ولا أمك، يموت أبوك وأمك أحب الناس إليك، بينك أنت ويا الساعة. ثم يأتي الحوثي يكلمنا عن الحرية والديمقراطية. عند الحوثي سجون ومعتقلات أيا كانت من عند محمد قحطان وانزل. أصبح اليمنيين ضايعين، لا أب لهم، لا راعي لهم، لا مسؤول عليهم، لا من يتكلم بلغتهم. سكت الجميع، سكت الجميع فلم يتكلم أحد. أين دور العلماء والدعاة؟ أين دور جمعية العلماء؟ وين رحلت؟ أين دور العلماء والدعاة والصالحين؟ أين السياسيين والمفكرين؟ أين الطبقة السياسية المثقفة وهم يرون بلادنا تنتحر وتذبح من الوريد إلى الوريد وهم يشاهدوا كل ذلك؟ ما حركوا ساكنا. صعد اليوم الآن أسعار الصرف قتلتنا، آذونا،